السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم معنا في فيديو جديد مع البلد الأصيل. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نديكم معنا للبحر، تكتشفوا معنا البحر اللي قريب لينا هنايا. البحر سميتو سارنيا. وواخا كيبان لكم دابا الجو ديال الخريف والشجيرات هكا قهويين، ولكن سبحان الله الصيف هذا العام شي شويه تعطل في كندا. هذا النهار بالضبط اللي مشينا حنا فيه كانت وصلت الحراره ل 29. كنتمنى ان هذا الفيديو هذا ان شاء الله يعجبكم، وتشوفوا واحد الجانب واحد اخر جديد في كندا، ونتمنى انكم تستمتعوا اليوم معنا ومرحبا بكم. المهم هذه هي الطريق ديال البحر، اللي يشوف هنايا كاع ما يقول هذه راه الطريق ديال البحر. المهم نبقاو غاديين نيشان على هذه الطريق هذه حتى غادي نوصلوا ليه ان شاء الله، نشاركوا معكم البحر هنايا. المهم دابا حنا وصلنا تقريبا للبحر، وهذا من هنا كيبان. وهنا فين كان نورمالمون فين كيستاسيوني الطوموبيلات كيبغي يحطوهم قرابين، حنا حطيناهم شويه بعادين في ديك البلاصه اللي ليه صافي وجينا لهنايا مشينا نيت. حنا وصلنا للبحر دابا، دخلنا لهنا. اللي زوين فيه هو البحر وحداك الغابه في نفس الوقت. صافي حنا وصلنا لهنايا، حطينا الماتيريال ديالنا فين غادي نجلسوا. مع ما عندناش الباراسول، جاتنا هاد الشجره هادي نيشان، هي هذيك مع هاد البلاصه هنايا خطاتنا. صافي دابا حطينا هادشي هنايا ونمشيو نعومو. ديال الرمله ديال هنايا اللي قريبه، هذه الرمله اللي قريبه اللي دايره بحال هكا، كتبقى غادي كتبعد 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 عاد كتلقى الرمله هذه، الرمله العاديه اللي حنا عندنا في المغرب. هنا كتبقى غادي كتقرب وهي كتغلاط، سبحان الله. هي عاوتاني زادت غلاطت على اللي كانت. انا غنمشي وبانت الصراحه. تخلعتي هنايا كنعومو شويه، جايين حدانا الوزيزات حتى هما كيعوموا. هذا هو القائد ديالهم، سابقهم هو الاول. سبحان الله. قبيله داز من حدانا الحوت من هنايا، كيدوزو بحال جروب ديال الحوت. هاد الماء هذا سبحان الله هذا ماشي بحر، هذا بحال الشكل تاع لاك ولكن مع كبيره. كيقولوا لها بحال الا راه البحر، ولكن المذاق ديالو ماشي مالح، يعني الماء عادي. ايوا سبحان الله بحال البحر، فيه الماء فيه كلشي. وحده عاد غدا معطله تبعاهم. صافي دابا وصلت لنا الوقيته ان شاء الله فاش غادي نمشيو. الشمس نيت قاصحه يلا بصح. هاد البلاصه هادي دابا اللي حنا واقفين فيها هنايا كندا، ولهيه ميريكان هاد البلاصه.
دوك الديور ودوك البلايص اللي كاينين تما هذيك الجهه ديال ميريكان. كاين بيناتهم غير واحد البور كاين هنا، ما عرفتش بلاتي كاين هاد البلاصه هادي كاين فيها واحد بحال القنطره، كاين بور هنا ملي كيدوزو الباخرات الكبار اللي كيهزوا السلعه. خلاص كاين هذا البور هذا البريدج. دابا ان شاء الله غير نمشيو للطوموبيل ونمشيو لديك الجهه نصورها لكم باش تشوفوها ان شاء الله. هذا هو الفرق بين ميريكان وكندا هنايا. جينا دابا لهاد البارك اللي كاين هنايا، بعيد تقريبا بواحد 8 دقائق على البحر. من بعد نكتب لكم هنايا السميات ديال كل بلاصه بالنسبه للناس اللي كاينين في تورونتو ولا اللي قرابين اللي بغاو يجيو لهنايا ان شاء الله. كاين هنايا واحد السكه ما عرفتش واش باقي خدامه ولا لا، المهم كاينه هنايا في البديه ديال هذا البارك هذا. في وسط البارك كاينه هاد البلاصه فين كيلعبوا الوليدات الصغار. كاين بحال كورنيش هنايا على نفس البلاصه اللي كنا فيها. في هاد البلاصه هادي في هاد الجهه اللي كاينه هنا، كاين هنا الباطويات فين كيتشارجاو. حنا وصلنا لهاد البلاصه هنايا بحال هاكوت. كاين النيت في نفس البارك اللي دخلنا ليه. خلاص كاين هنا واحد البارك ديال الوليدات فين يلعبوا. هنا الكراسي تيكون مكتوبه فيهم بعض مرات تواريخ الوفاه ديال بعض الاشخاص. بحال دابا مثلا هاد البانش هذا دايرينو الاباء ديال هاد الولد هذا سميتو ستيف فيليبس، تزاد في 1977 ومات في 2021. كيكونوا الاباء ديالو بغاو بحال الا نقولوا خليو ليه صدقه جاريه، ولكن بالنسبه لهنايا دوله ماشي مسلمه تيقولوا ليها بحال قلتي تذكار. كيخليوه بحال هذا مثلا في البارك اللي جا كيجلس عليه كيقرا هاد اللوحه اللي كتكون هنا، وكلهم تقريبا فيهم هاد اللوحات بحال هكا. والوالدين كيخلصوا تقريبا واحد 2000 ولا 3000 دولار للبلديه. كيكون الكرسي ديجا كاين، ولكن ديك 2000 ولا 3000 دولار ملي كيتعلق هذيك الورقه تما كيتصلح بها البارك. بحال مثلا كيصلحوا هاد اللعاب اللي كاينين هنا، النقيه ديال هاد المنطقه اللي كاينه هنايا، الكازون اللي كاين هنا. الا كانوا غيزيدوا شي حاجه اخرى كيزيدوها. غالبا هنايا الكراسه اللي كاينين كتلقى فيهم بحال هاد اللائحات هكا.